عندك بيضة وكوباية عسل اسود ونص كوباية زبدة سايحة. تعالى اقولك على وصفة خطيرة خطيرة وموفرة جدا، وبتجيبيها من المخبز بسعر عالي جدا، وبجد ما بقاش حلو. تعالي نشوف هنعمل ايه مع بعض. عندي كوباية من العسل الاسود وبضاية. هجيب بول كده وافضي فيه العسل، بضاية، واحط عليها معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة من الفانيليا. ممكن لو بنشتغل بالفانيليا الأظرف يبقى ظرف فانيليا، وأقلب كويس. أنزل بنص كوباية من الزبدة السايحة. تقدري تستبدلي الزبدة بزيت، ونقلب كويس. وصفة سهلة جدا جدا جدا، وهتقومي تعمليها حالا أنا واثقة. أول ما الخليط يبدأ لونه يفتح معايا كده، انزل عليه ب3 كوبايات ونص من الدقيق، بس انزل بيهم واحده واحده. ممكن دلوقتي استخدم بدل المضرب استخدم الاسباتيولا. احط الدقيق واحده واحده عشان ممكن ما نحتاجش الكميه كلها. ده انزل شويه تاني من الدقيق. هبدأ ألم المحتويات كلها بإيديا بدون عجن. أحط بقى معلقة من البيكنج باودر. عايزين نوصل لخليط يتشكل معانا من غير ما يشقق ولا يلزق. العجينة اتلمت، نختبرها مع بعض. هنعمل كده وكده اهو. العجينة مش بتشقق ولينة وجميلة. مش عايزاها اكبر من كده. هنزل في الشوكليت شيبس، ونرص في صاج يا مدينه دهنة زبدة خفيفة او دهنة زيت، يا حاطين فيه ورق زبدة. في نوعين من الشوكليت شيبس، احنا بنستخدم في الكوكيز او في المافن الحراري علشان يفضل محتفظ بشكله لما يدخل الفرن. هكمل تشكيل العجينة كلها، وهندخله على فرن سابق التجهيز على درجة حرارة 180، وبياخد حوالي تلت ساعة. هنتابع الكوكيز في الفرن لحد ما نلاقيه اخد لون حلو. نطلعه ونشوف هنقدمه مع بعض ازاي. الكوكيز اتخبز، عملنا 45 قطعة زي ما انتوا شايفين. طالع شكله تحفة ازاي، متحمر من تحت والقوام في منتهى الجمال. بجد الوصفة سهلة جدا، كلها عناصر غذائية. يا رب نجربها وما كلفتناش اكتر تقريبا من 20 جنيه، وهو سعره النهاردة في الأفران عدى كتير كتير. بلاش حد يستغلنا، ونعمل كل حاجة نضيفة لأولادنا في البيت. يا رب تكون الوصفة سهلة عليكم. لو الفيديو عجبكم نعمل شير ولايك، وتابعوني على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك للشيف شيماء ممدوح. وأشوفكم في وصفة جديدة قريب إن شاء الله.